بعد أخبار جديدة على قناتكم نسمة، ونشرتنا اليوم باش يكون عندها طابع خاص لأنه صحفي قناة نسمة مشاركين في الإضراب اللي دعت له النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل حرية التعبير وفتح مصادر الخبر وإنشاء علاقات جديدة بين الأعلام وأصحاب القرار. ونبدأ نشرتنا بالعناوين. إضراب عام ناجح للإعلاميين دفاعا عن استقلالية القطاع. تجمع حاشد للإعلاميين التونسيين قدام مقر النقابة الوطنية استجابة لدعوى الإضراب العام. رئاسة الحكومة تعلن قرار تفعيل المرسومين 115 و 116 المنظمين لقطاع الأعلام وتعبر على استغرابها من الإصرار على الإضراب وتعتبره حلقة أخرى من حلقات التشويه المتعمد لصورة تونس في الخارج. هذا دليل على يعني إدراك الصحفيين لأهمية القضية التي نناضل من أجلها جميعا، وهي الدفاع عن حرية الإعلام والصحافة حتى تكون يعني الصحافة التونسية في مستوى الثورة. أهل القطاع تحركوا من أجل حماية المهنة، الدفاع عن حرية التعبير، المساهمة في انتقال الديمقراطية بناء دولة ديمقراطية، لأنه بدون إعلام ما يصير حتى شيء. باش تخرج غدوة الجريدة لكن في شكل خاص جدا، لأنه التركيز تام سيتم معناها حول على الإضراب اللي باش يصير اليوم في قطاع الصحافة بشكل عام، وباش يكون معناها أقل ما يمكن من الصفحات، وكما قلت لك التغطية معناها تركيز على الإضراب في تجمع مثلا قدام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، شكل الإضراب في دار الصباح معناها كيفاش باش يكون، المضربين عن الجوع، مقالات غير ممضاة حول يعني قطاع الإعلام، حرية التعبير، المراسيم 115 116. اليوم باتفاق بين صحفيين إذاعة شمس FM قررنا باش أننا ندخلوا في الإضراب هذا ونساندوه، لأنه المطالب هي مطالب مشتركة للصحفيين التوانسة الكل. احنا في قسم الأخبار في إذاعة شمس FM مع متعودين ب9 نشرات يوميا. اليوم استثنائيا فما 3 مواجيز إخبارية فقط، بقية المواعيد ما تمش تكون فقط هو الإعلان على المطالب متاع الصحفيين. قيدنا معناها بالتراتيب العامة اللي معناها قررتها النقابة. إضرابنا اليوم يتمثل في نشرات الأخبار باش تكون نشرة واحدة يتم فيها بث العناوين بطريقة معناها جينيراليست. بالنسبة لبقية المواعيد متاع نشرات الأخبار يتعدى الجينيريك، ثم معناها يقع الإعلان على أنه قسم الأخبار وإذاعة إكسبريس FM داخلين في إضراب مساندة معناها للزملاء الصحفيين والإعلاميين وللنقابة، ومطالبة معناها بالمطالب المشروعة متاع القطاع ككل. أسرة إذاعة إكسبريس FM دخلت كذلك في إضراب مساندة لقطاع الإعلام من خلال تقديم الموجز مع 6:30 متاع الصباح. كان الموجز هذا كان المحتوى نتاعو أهم الأخبار، أهم المواضيع أو أهم الحوارات مع رجال السياسة والإعلام حول الإضراب اللي تم تنفيذه اليوم. وبقية المواجيز كالعادة تكون يعني بالجينيريك افتتاح، ثم كلمة الإعلاميين يدخلون اليوم في إضراب، ثم جينيريك النهاية. كما ما سكتناش الحكومات السابقة، كما ماناش باش نسكتوا الحكومة هذه. ما عادش مسموح وضع سيء للصحفي، ما عادش مسموح الاعتداء على الصحفي، ما عادش مسموح يعني تدخل بتعيينات مسقطة. نتمناو انه هذا الكل معناها ينتهي. ماناش في المدينة الفاضلة هذا نعرفوه، لكن زاد على الأقل الحد الأدنى هو احترام حقنا في استقلالية الإعلام. قدمناش معلومة اليوم، ولهنا معناها نتأسف للمواطن فقط انه تلازينا باش ما نقدمولوش المعلومة، ما مكرهين انه ما نقدمولوش المعلومة. قاعدين في مؤسستنا معناها على حاجة تجي عاجلة والا او ما يشابه ذلك. ضرب الاعلاميين اليوم مش المطالب مادية، مش الزيادات في الشهرية، هي حرية الكلمة، حرية الإعلام،
حتى حريه الكلمه هذه ما تتفكش من الاعلاميين التوانسه، حتى المواطن التونسي يقعد عنده الحق في معلومه صحيحه، في تعليق حر. دونك اللي نقولوه من غير برشا كلام للناس اليوم انه الاضراب هذايا هو في خاطر الناس وفي خاطر حريه الكلمه. احنا الاخبار عنا كل ساعه، دونك فما فلاش من 7 متاع الصباح حتى نص الليل، في كل فلاش نقولوا اللي احنا مضامنين مع اضراب الصحفيين، واللي عنا معناها نحكيو عن المطالب متاع الصحفيين اللي طالبينهم في الاضراب هذا. إضراب لازمنا نشاركوا فيه، خاطر ما عندوش مطالب اجتماعية، هو مطالب حاجتنا بحرية الإعلام. معناها احنا شفنا توا شفنا أغلبية المؤسسات إن هي مع المشاركة في الإضراب، وهذا حاجة باهية، قرار شجاع برشا. الداخل والحمد لله الإضراب ناجح تقريبا 100%، يعني زملاء صحفيين ومقدمين برامج ملتزمين بكل التراتيب والتفاصيل نتاع الإضراب. هاك تشوفوا معناتها الإدارة العامة ديما على رأسها هذا محمد المدب، أو كمان على الصحفيين والإعلاميين من دخول هذه المؤسسة هذه الدار في مناسبة كما هذه. يعني وصلنا رجعنا لنفس الممارسات تاع بن علي، لا ما تطوروش قدام هالإذاعة. أول حاجة بالنسبة لأخبار الجمهورية، احنا الصحفيين الكل مضربين شاركين في الإضراب، والمشاركة متاعنا ونظن المشاركة متاع كل الإعلاميين تدل أنه ثم قلق برياسة وتخوفات بدون أي شك. صحفيين ونقابة وممثلين في نقابتهم وصحفيين بصفة عامة حاولوا انهم يلقاو سبل اخرى تاع تحاور تاع انهم باش ينقذوا القطاع هذا بعد عديد المشاكل. ما لقاوش حتى تجاوب من قبل الطرف الحكومي اللي يعني ظاهره اللي هي رافضه لكل اشكال الحوار مع الاعلاميين. احنا تو ما بين نارين، ما بين كما يقولوا فيها سندان الشعب ومطرقه الحكومه. اذا قلنا صوره كما هي يوليو احنا خايبين في نظر الحكومه، واذا جينا مع الحكومه خايبين عند الشعب. في كل الحالات احنا خاسرين، معناها الصحفيين حقوقنا تهضم. ما نشتي تسمعوا لنا معناها سيناريو بن علي يتكرر، من ليس معي فهو ضدي. الله غالب احنا وصلنا للقرار هذا خاطر ما لقيناش حتى حل، خاطر تلزينا باش تاخذوا الموقف هذا ولا غالب احنا ماذا بينا يفهمونا، ماذا بينا يكون فما حوار بيننا وبين معناها السلطات، ماذا بينا حرية الإعلام تكون المبدأ الأساسي واللي نجموا نوصلوا باش نحققوا من خلاله برشا حاجات. ماذا بينا كما قلنا المؤسسة الإعلامية والكلمة الحرة ديما تكون ترفرف وتكون ديما معناها مميزة، والقلم الصحفي عمره ما يتكسر، ديما قوي. واحنا راه نقولوا احنا خذينا الموقف هذا على خاطر معناها ما لقيناش حتى تجاوب، ما لقيناش شكون باش يسمعنا. لأول مرة تشهدوا بلادنا في تاريخها إضراب عام. احنا كنا يعني هذه المساهمة في مسار متاع انتقال ديمقراطي، هذه رسالة باش نوصلوها للمسؤولين واللي يقودوا البلاد، وثماش عودة إلى الوراء في حرية التعبير. الإعلام يتعامل مع حكومة أفرادها صم عمي بكم لا يفقهون، وكأن على قلوب أقفالها.
حكومة اللي ما تحبش حرية الإعلام، بالعكس تحب تهيمن على الإعلام، تحب ترجع الإعلام صوتها هي، باش تخبي على أغلاطها، باش تخبي على نقايصها، باش تخبي على عمايلها. يشاهدوا فيه من تعيينات اللي تعوض الكفاءات بالرداءات وتعوضها بالموالين، سواء في مستوى الإذاعة الوطنية أو في الإذاعات الجهوية أو في مستوى التلفزة أو في مستوى وكالة تونس إفريقيا الأنباء. هناك محاولات ظاهرة يعرفها الرأي العام ويعرفوها أهل المهنة متاع غرس في هذه المفاصل الموالين لحزب حركة النهضة. واحد ما ينجم يتجاوز الصحفيين التوانسه باش يحط يده مره اخرى على قطاع الاعلام، ورانا احنا كصحفيين توانسه اذا كان سمحنا مره في التاريخ باش يكون يتم تاجيل الاعلام، فانه المره هذه متشبثين بحريتنا ومتمسكين بحقوقنا، ورانا باش نستميتوا ونتمسكوا بدفاعنا على حريه الصحافه وعلى حريه الكلمه. المنحى اللي ماشيه فيه بالنسبه للسلطه القائمه هي أنها مش تحب أول الأداة اللي مش تحب تقضي عليها وتخنقها نهائيا هي الإعلام. فما قلق كبير صار حول التلفزة الوطنية، قلق كبير صار حول دار الصباح، قلق كبير صار حول التونسية، ولهذا معناها ما نجموش نبنيو مسار ديمقراطي من غير حرية إعلام. نقول جدالا للبوليس السياسي الجديد لطفي زيتون ارحل ارحل. كان مش هما نحن ما توصلش فكرتنا، ما يوصلش احساسنا، ما يوصلش تعبيرنا، ما نوصلوش باش نحققوا الشيء اللي نحبوا نقولوه البرشا ناس موجوده بعيده في الجهات بارتو. يوم مرة يقع اضراب عام للصحفيين يدل على مدى انسداد امكانيات الحوار، والحل هو انه الحكومه تخرج من التعنت نتاعها وانها تتراجع في القرارات نتاعها المسقطه. نهاية النشرة، دمتم بخير، في أمان الله.